كوباية من اللبن، وكوباية من الزيت، وكوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة، و3 معالق كبار كاكاو. وكده الصوص جاهز معانا، قسمناه نصين. ده النص التاني هنعمل بيه الكيك. حطينا عليه بيضتين وكيس فانيليا ونص كوباية لبن وضربناهم في الخلاط. عندنا كوباية من الدقيق وكيس بيكنج باودر، وننزل بالخليط اللي عملناه مع بعض. عندنا صينية مدهونة زيت، نزلنا بخليط الكيك دخلناها الفرن وهنبتدي نحضر الكريم شانتيه. حطينا كيس من الكريم شانتيه وننزل بالمية الساقعة معلقة بمعلقة، وكده جاهز معانا الكريم شانتيه. ونبتدي نوزع صوص الشوكولاتة ونعمل خطوط بالشكل ده، نمشي خلة الأسنان رايح جاي بالشكل ده. كده جاهز معانا أحلى كيك. السلام عليكم. هنعمل مع بعض كيكة البرتقال بطريقة سهلة جدا. عندنا كوباية من عصير البرتقال، كوباية الا ربع زيت، كوباية سكر، نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وعندنا بشر نص برتقالة. ونضربهم مع بعض وننزل ب3 بيضات ونضربهم كويس. وبعدين عندنا المكونات الجافة: كوباية دقيق، باكو بيكنج باودر، ومعلقة ونص من اللبن البودرة، دي اختياري. وبعدين ننزل بالخليط اللي عملناه مع بعض. ولو احتاج الدقيق بنضيف، احنا قلنا من كوباية لكوباية وربع دقيق. ندخلها الفرن، اهم حاجة يكون سخن، وبعدين نسيبها تبرد وبعدين نقطعها. المهم ده الشكل النهائي، هشة وطرية ولذيذة جدا، جربوها تعجبكم جدا.